المروك عندهم لي جوار ارواح تكون نكتشفوهم ابرز لي جوار اللي تواجدوا في القائمه تاع المنتخب المغربي اللي راح يروحوا بها لكاس العالم. الناس اللي ما راهيش دايره ابوني دير ابوني باسكو راح تراطي راهي جايه كوب دي موند، اخبار اجواء المنتخب الوطني الجزائري، الصوت وصوره، محتوى خالي من الموسيقى هو من الكلام السيء. باش تكونوا عارفين المنتخب المغربي استدعى 26 لاعب، يعني القائمه النهائيه، يعني هادو هما لي جوار اللي اوفيسيال راح يروحوا لكاس العالم. اولهم الحارس بونو لاعب الهلال حاليا ولاعب نادي اشبيليا الاسباني سابقا. في لا ديفونس عندهم اشرف حكيمي لاعب ريال مدريد حاليا، نصير مزراوي لاعب مانشستر يونايتد حاليا وبايرن ميونخ سابقا، نايف اكرد مدافع مارسيليا الفرنسي حاليا ونادي ويست هام الانجليزي اللي هبطوا للدرجه تاع الشامبيونشيب في الدوري الانجليزي، شادي رياض مدافع كريستال بالاس الانجليزي، عيسى ديوب مدافع فولهام الانجليزي. الله يبارك خوتي، اسماوات ربي يبارك ثقيله. منايا عندهم عز الدين أوناحي لاعب جيرونا حاليا ومارسيليا سابقا، سفيان مرابط لاعب نادي بيتيس حاليا ومانشستر يونايتد سابقا، بلال خنوس لاعب شتوتغارت الالماني، عندك اسماعيل الصيباري لاعب البي اس في الهولندي، اضافه الى هنا يخلصوا. في لاطاك عندهم ابراهيم دياز مهاجم ريال مدريد، الزلزولي لاعب ريال بيتيس حاليا وبرشلونه سابقا، شمس الدين طالبي لاعب نادي ساندرلاند الانجليزي، سفيان رحيمي الغنياني تعريف، ايوب الكعبي مهاجم نادي اولمبياكوس اليوناني، اضافه الى ايوب الميموني المنتقل حديثا الى نادي فرانكفورت الالماني. بلا ما ننساو المدرب تاعهم الجديد هو محمد وهبي اللي يملك الجنسيه المغربيه، وابرز انجازاته انه دا كاس العالم لاقل من 20 سنه، الانجاز التاريخي اللي حققه المنتخب المغربي العام الماضي في 2025. ياك نهضروا الصراحه عندهم اسماوات ربي يبارك يلعبوا في انديه جد محترمه، ابرزها ريال مدريد، باريس سان جيرمان، تسمع غير ساندرلاند، تسمع غير ويست هام، مارسيليا، مانشستر يونايتد. يعني صراحه المنتخب المغربي يملك كتيبه بأتم معنى الكلمة. دوكا المدرب اسكو راح يعرف يقبض التوليفة تاع هذه الكتيبة، الله اعلم. دوكا بالمختصر المفيد كالعادة كل واحد فيكم يقول لنا واش تبان لكم المنتخب المغربي يدير بالقائمة وبالاسماء هذه مع المدرب هذا. خلونا رايكم في التعليقات وما تحقرش التعليق تاعك باسكو راح نعاودو نقولوا هذه لا فيديو في كأس العالم ولا بعد كأس العالم، نشوفوا شكون اللي جاب وعنده وجهة نظر مستقبلية. هذه هي، وطلع الفيديو طلع والعالمية.